سي وزير الصناعة ديالنا، السلام عليكم وعواشركم بروكا. اليوم كنتوجه لك بهذه الرسالة بصفتي من أبناء الجالية المغربية بالخارج، جالية بزاط اللي كتحمل الوطن ديالها في قلبها فيما مشات وفيما كانت، واللي عمرها بخلات على خدمة ونداء الوطن. انت اللي استعملتي في حقنا كلمة بزاط، نذكرك راه جلالة الملك ملي كيخاطبنا كيبدا دائما حفظه الله بشعبي العزيز. انت من المفروض انك تمثل جلالة الملك نصره الله، ولكن بينتي لنا على انك ما عندكش تربية الملوك وما كتعرفش تختار الكلام المناسب في الوقت المناسب. خليني نذكرك بالجالية اللي لصقتي عليها الشهادة ديال بزاط، اش كتقدم للوطن. واش وصل لوديناتك ان هاد الجالية وصلت التحويلات ديالها الى 122 مليار ديال الدرهم، تقريبا 12 ديال المليار دولار امريكي في سنة 25. الجالية المغربية السي وزير الصناعة ديالنا كتدعم الاستهلاك العائلي، الإسكان، المشاريع الصغيرة، وكتشجع على مشاريع في السياحة والزراعة والعقار. وبنك المغرب يا سي الوزير كيتوقع وصول التحويلات إلى 130 مليار درهم بحلول 27، مع واحد النمو ديال 3.1% اللي غادي يخليها تولي رافعة تنموية كبيرة. وكتجي سيادتكم وكتلصق لينا دون سابق انذار كلمة بزاط ولا كلمة بزاطة. السي الوزير، راه المناصب وراه المنصب كيمشي واللي كيبقى هو الاثار والكلمة والموقف، حيت الراجل والسياسي الكبير كيتقاس باللي كيقدر انه يعترف، كيتقاس باللي كيقدر يعترف بالغلط ديالو وكيصلحو، ماشي اللي كيتمسك به. كلامك كان فيه احتقار كبير وجرح الجالية المغربية. واش عارف شكون كيدافع على ثوابت الأمة المغربية خارج الوطن؟ منها الجالية المغربية. واش متابع شكون اللي كيتابع ملف التراث المغربي اللي كتحاول جارتك الشرقية السارقة ديالو؟ واش عرفتي علاش المواطنين المغاربة كانوا كيبغيو الوزير السابق مولاي حفيظ العالمي؟ عرفتي علاش؟ حيت كان رجل سياسي محنك، رجل لبق وذكي. وكتخرج لنا انت سيادتكم بالهضره الزنقاويه اللي ماشي مسؤوله، بحال كتقول لينا انتم الجاليه المغربيه ما عندكم قيمه وما كتلعبوا حتى شي دور، وبالزعطه عليكم. سي وزير الصناعه، سي وزير الصناعه ديالنا كان بالاحرى تلقى حل المهندسين اللي كيقراو في بلادنا واللي المغرب كيخسر عليهم اموال طائله وكتجي فرنسا وكديهم. واش في علمك السي الوزير ديالنا انه سنويا 32 ألف من لا ماتيير غريز كتهاجر بلادنا وكتاخدها فرنسا على طبق من ذهب؟ كان عليك تكون صلة وصل بين كفاءات الجالية المغربية بالخارج وبالوطن، وماشي صلة ديال الطنز، طنز العكري ملينا منه. سي الوزير، هاد الجالية ديال بزعطة هي نفس الجالية اللي في أعز أزمة كورونا وقفت مع البلاد، واللي حولت 93 مليار ديال الدرهم سنة 21، وساهمت في حملات جمع التبرعات باش تشري معدات طبية ودعم الصندوق الخاص بجائحة كورونا. وانت اليوم كتقول لنا بزعطة. ولكن السي الوزير،
ملي بن فئران نعت المغاربه بالميكروبات وما تعاقبش، حل واحد الباب لكل من هب ودب باش يسيء المغاربه والجاليه المغربيه بالخصوص. ولكن السي الوزير، انت كتعرف الثقافه ديالنا، اللي كيقول الزمر يقدر يقول التمر. ولكن كنتي في واحد المؤسسه كتحترم راسها، والله هذاك الكرسي ديال وزاره الصناعه لا بقيتي مقلز فيه. ولكن الله غالب. خليني غير نذكرك في الختام بالدستور المغربي ديال سنه 2011 اللي خصص فصول متعدة للجالية ديال بزاط، كيأكد فيه على المكانة ديالها كجزء أساسي من الأمة المغربية، وكيطالب بالحماية ديالها ومشاركتها. وانت إلا كنتي السي الوزير وزير الصناعة، حتى انت بزاط عليك.